عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. محصول وفير في ابن حيلي. دورة تدريبية في أبحاث الآثار. برامج لتمكين المرأة. أربعة عشر قتيلا على الأقل في هجومي شمالي بوركينا فاسو. قصف صاروخي على عزاز السورية يسفر عن مقتل 5 مدنيين. الأمراض الناجمة عن الإصابة ببكتيريا هي ثاني أسباب الوفيات في العالم. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية ابن حيلة أن الإدارة الجيدة للزراعة تساهم في رفع الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول المكتب السيد منقس طعماي نمو جيد للمزارع نتيجة هطول الأمطار التي بدأت في نهاية شهر يونيو عادية في بعض المناطق وفوق المعتاد في بعض الآخر. وقال أن أغلب المزارعين زرعوا الأنواع التي تتلائم مع الوقت، وقد بلغت مزارع الطاف والقمح والبقوليات مستوى الحصاد والذرة مستوى الإثمار. وذكر أن التنوع الزراعي له دور كبير في رفع الإنتاج إلى جانب حماية التربة وحفظ المياه. من جانبها أوضحت مديرية ابن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو أن جهود المزارعين تحقق نتائج مرضية، مشيرة إلى أن سكان 17 ضاحية وعمال المؤسسات الحكومية وطلاب يقومون بحصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين والمرابطين للدفاع عن الوطن. بدأت يوم أمس 22 من نوفمبر دورة تدريبية في أسمرة لمدة أسبوع حول أبحاث الآثار في مشروع أدوليس، نظمها فرع الأبحاث الآثار في مفوضية الثقافة والرياضة. وأوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن التخلف في افتتاح الدورة التدريبية أن التدريب المنظم للمرة الثالثة له أهمية كبيرة لتطور الأعمال البحثية، مشيدا بمبادرة وجهد المنظمين. وذكر مسؤول مكتب أبحاث الآثار في المفوضية الدكتور تسقاي مدين والإيطالية البروفيسور سيريانا ماس أن التدريب يدفع للقيام بأبحاث معمقة أكثر، مناشدين المشاركين فيه لمتابعته باهتمام أكبر. شارك في الدورة التدريبية التي يشرف عليها إريتريون وإيطاليون من جامعة ميلانو 35 من أعضاء وحدات فرع أبحاث الآثار ومن جميع الأقاليم. يتضمن التدريب النظري والتطبيقي تنفيذ الأعمال البحثية والتخطيط الأثري ودور المجتمع في حماية الآثار ومعلومات عامة حول علم الإنسان وعلم الآثار. يقوم الاتحاد الوطني للمرأة بتنفيذ برامج لرفع قدرات المرأة مهنيا وتحسين معيشتها. وأوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد السيدة سنايت محاري تنظيم دورات تدريبية للمرأة في الغزل وأشغال السعف وقيادة السيارات والموسيقى والطهي وتمهيد الأرضية لتسويق منتجاتهن. وذكرت بأن 43 من عضوات وزارة الدفاع تم تدريبهن في قيادة السيارات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة. وظفنا في خدمات الملاحة الجوية وشركة حارات للمواصلات العامة، إضافة إلى التدريب المهني في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن ختان الإناث الذي كان عام 1995 أكثر من 95%، أظهرت الدراسات التي أجريت بالعام 2010 انخفاضه للفتيات تحت سن 15 عاما إلى 33%، وتحت السن 5 إلى 12%، نتيجة أنشطة التوعية المكثفة موضحة القيامة أيضا تشجيع الطالبات المتفوقات في التعليم. وأوضحت السيدة سناي تقديم الاتحاد قروض بأكثر من 47 مليون نغفة لحوالي 14,000 امرأة محتاجة من العام 1996 وحتى العام 2015. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة اجتماعا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في تسني وعلي قدر حول دور الشباب في برامج التنمية والتصدي.
ودعا مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد السيد ماريكوس قرماسين الشباب للاستفادة الجيدة من فرص التعليم وتعزيز المشاركة النشطة في جميع المجالات. وقال أن كفاءة المجتمع يقاس بوعي وتنظيم وتسلح الشباب، ويجب على الشباب العمل لضمان وجود وتطور مجتمعهم والعمل بجد في التنظيمات السياسية التي تمكنهم من معرفة جيدة لمصالحهم. وحث الشباب لتأكيد جاهزيتهم بوراثة قيم المجتمع وامتلاك ثقافة العمل والانضباط لتنفيذ المهام الوطنية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قتل 14 شخصا على الأقل، من بينهم 8 مدنيين يؤازرون الجيش شمالي بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنهم مسلحون متشددون حسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. وقال مصدر أمني لفرانس بريس أن مسلحين هاجموا قرية سافي وسط شمال واستهدفوا متطوعي الدفاع عن الوطن الذين خسروا 8 من عناصرهم وأصيب آخرون. وأوضح أن الإرهابيين نهبوا عدد من الأشخاص الذين أوقفوهم على الطريق وسلبوهم سياراتهم. وتضاعفت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة خصوصا في شمال البلاد وشرقها. وتعهد إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة بعدما أطاح بالعقيد بول هيري في انقلاب في 30 من سبتمبر ونصبه المجلس الدستوري رئيسا للمرحلة الانتقالية في 21 من أكتوبر، تعهد باستعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين. قال ممرض في مستشفى محلي وناشط محلي أن هجوما صاروخيا على مدينة عزاز التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 5 آخرين. وأضاف الممرض في مستشفى عزاز والناشط لرويترز أن القتلى طفل و4 رجال. من جهتها قالت وكالة الأناضول أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 8 آخرون بعضهم بحالة خطرة في قصف من تنظيم YPG على مدينة عزاز الخاضعة للمعارضة السورية بريف محافظة حلب. ونقل المصابون إلى مستشفيات قريبة في المنطقة. ويأتي الحادث بعد هجمات تركية بطائرات مسيرة وحربية على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا في الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي صعدت فيه تركيا ووحدات حماية الشعب الضربات المتبادلة التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين على جانبي الحدود. كشفت دراسة علمية كبيرة جدا نشرت أن الأمراض الناجمة عن الإصابة ببكتيريا تشكل السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم، تسبقها الأمراض المرتبطة بالقلب. وذكرت نفس الدراسة أن المكورة العنقودية الذهبية والمكورة الرئوية هما من بين أكثر الفيروسات فتكا. وتطرقت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت إلى نحو 30 نوعا من البكتيريا هي الأكثر تسببا للأمراض، وقيمت معدلات الوفيات المرتبطة بها. ومن بين 7.7 مليون حالة وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن الإصابة ببكتيريا، يمكن أن تعزى وفاة واحدة من أصل كل 8 حالات وفاة إلى هذا السبب، مع أن هذه الأرقام تعود إلى العام 2019 أي قبل انتشار جائحة كوفيد-19. دشنت روسيا كاسحة جليد جديدة تعمل بالدفع النووي. من المتوقع أن تسهل تصدير المحروقات الروسية إلى آسيا عبر المنطقة القطبية الشمالية، في وقت تعمل موسكو على إعادة ترتيب استراتيجيتها في مجال الطاقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد الحرب في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب أعيد بثه عبر الفيديو خلال مراسيم وضع كاسحة الجليد الجديدة في الخدمة في سان بطرسبورغ أن تطوير الطرق البحرية في الشمال سيسمح لروسيا بتحقيق إمكانياتها التصديرية بالكامل وإقامة طريق لوجستي بما في ذلك باتجاه جنوب شرق آسيا.
وبإمكان السفينة الجديدة العاملة بالدفع النووي والبالغ طولها أكثر من 170 مترا تحطيم الجليد على عمق يصل إلى 3 أمتار، وهي ثالث سفينة من سلسلة دشنتها مجموعة روستوم لروسيا العملاقة للطاقة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. محصول وفير في إمن حيلي. دورة تدريبية في أبحاث الآثار. برامج تمكين المرأة. – 14 قتيلا على الأقل في هجومي شمالي بوركينا فاسو. قصف صاروخي على الإعزاز السوري يسفر عن مقتل 5 مدنيين. الأمراض الناجمة عن الإصابة بالبكتيريا هي ثاني أسباب الوفيات في العالم. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.